أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله. سبق أن قدمت فيديو بعنوان عمارة شطارة اللي قدمه التلفزيون المصري عام 1968، ويعتبر من أوائل المسلسلات التي قدمها التلفزيون في شهر رمضان، وقام ببطولته الفنانين محمد رضا ونبيل السيد وصفاء أبو السعود، واللي بتدور أحداثه في قالب كوميدي من خلال العلاقة والمواقف التي تحدث بين المعلم شطارة وسكان عمارته ومستأجري الدكاكين، واللي كان وقت عرضه مكسر الدنيا من النجاح اللي حققه. أما تتر المسلسل كان من تلحين الموسيقار سيد مكاوي وغناؤه مع الفنانة صفاء أبو السعود، وكان الكبير قبل الصغير وقت إذاعته يحفظه ويردده معهم، لكن للأسف لم أجد وقتها تسجيلا له، فقدمت لكم تتر المسلسل بصوتي. شطارة معلم بنى له عمارة، معلم فاتح تحت منها دكاكين للتجارة، معلم قهوة وخردواتي صراماتي وحاتي مقلة وعجلاتي وبقالة وجزارة، فين في عمارة شطارة. شطارة معلم بنى له عمارة، معلم فاتح تحت منها دكاكين للتجارة، قهوة وخردواتي صراماتي وحاتي مقلة وعجلاتي وبقالة وجزارة، فين في عمارة شطارة. لكن أحد الأصدقاء المتابعين للقناة عثر على تسجيل تتر المقدمة والنهاية، فأردت أن أقدمه لكم لتستمتعوا به، فيستعيد الأجداد ذكرياتهم الجميلة وتتعرف الأجيال التالية على تراث التلفزيون المصري. تعالوا نسمع تتر المقدمة ثم تتر النهاية. شطارة معلم بنى له عمارة، معلم فتح تحت منها دكاكين للتجارة، قهوة وخضرواتي صراماتي وحاتي فرن وخضرواتي وبقالة وجزارة، فين في عمارة عمارة شطارة. هنقفل بقى الحلقة يا جدعان، وبكرة يبان سر العمارة والسكان، وتعالوا بكرة تعالوا بكرة. هتقول اسمع 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 بقى على فكرة، الله احنا هنستناك، ايوه هنستناك، وبكرة هنستناك والله، ايوه هنستناك. يا سلام يا سلام.